هو فلوران كثيرة ذاتية ما أعتقد بيتغالط فيها اثنين، لكن ممكن أنا كلامي ما يعجب كثيرين جدا، لكن على أرض الواقع نحن لم نشاهد فلوران. فلوران النهضة لم نشاهده بعد في الهلال. قاعد تشوف من وين بخيت ولا شو؟ بصمة خالد بخيت أصهر من فلوران في مباريات الهلال. نحن بنقدم لحد يوم الليلة بنقدم في نتائج عادية جدا في الممتاز. ما محتاجة مدرب أجنبي. ما محتاجة مدرب أجنبي. المريخ حاليا فرقه من الهلال نقطتين فقط، نقطتين. نعم. المريخ في ظل مشاكل إدارية طاحنة جدا، في ظل غيابات وإصابات متعددة، تغيير جهاز فني. تغيير جهاز فني. المريخ ما مستقر إطلاقا، ما عنده ملعب يلعب فيه، يوم في كوبر، يوم في جبلولية، يوم وين. بعد ده نحن فرقنا من المريخ نقطتين فقط. وتعادلتوا في القمة. نعم. لماذا؟ يبقى ما في حاجه. انا طوالي حقوم ارجع للحته بتاعت الناحيه الفنيه بتاعت فلوران. نحن لما نقول ده استهلاك اعلامي بقصه انه المساله متروكه للجهاز الفني والتسجيلات تمت برؤيه فنيه. نعم. ما اقدر نذكر عناصر بعينها، لكن لما تجي تشوف الاختيارات الفنيه انت حتراجع نفسك في المدير الفني ذاته اللي اختار اللاعب ده اختاره كيف. طيب وهل ذاته فلوران يعني بقيمته دي وباسمه اللي صنعه هو قاعد يخاطر باسمه ده يعني من خلال التعامل بالطريقه دي مع نادي الهلال؟ والله يعتبر انه ممكن يكون بيتعامل بذكاء، بيبحث عن المغادره باسهل الطرق. ممكن افريقيا انها افريقيا ديل اصحاب المشروع. نعم. يعني لما نتكلم عن شباب مثلا زي شيخ وزي ميسي، انت بتحتار في المشروع ده داير ابني على اساس. ايوه على اساس انت بتستغنى من لعيبه مستقبل، اعمار صغيره، امكانيات كبيره. ممكن يكون في خلل في حته من الحتات، انت مسؤوليتك تعالج الحاجات الحاصله قدامك والاخطاء الحاصله قدامك عشان تستفيد منه اللي قدام، عشان تهيئه. بدل تشطبه كان ممكن تعيره لحي الوادي، تعيره لاي واحد من الانديه الصديقه بحيث انه يقوى عوده ويجيك راجع للهلال، لكن تستغنى منه تماما تشطبه بالشط، فانت كده قطعت علاقتك معه. وانا باكد لك انه بعد موسم ولا موسمين حنجي نبحث عن عثمان ميسي وحنجي نبحث عن شيخ ونصنع فرقعات اداريه ونبحث عنهم. يبقى الاصوات اللي بتنادي برحيل فلوران ممكن اصوات خافته جدا او يتم اسكاتها بالقوه. كيف؟ فلوران انت لو جيت عاينت للهلال ما حتلقى بصمه فلوران ولا حتلقى البصمه بتاعت المدرب اللي حقق الكونفدراليه ولا اللي حقق نتائج مع المنتخب الكنغولي. في ناس بيقول لك انتوا شفقانين ما عايزين تصبروا للنتائج دي. ما هو نحن نصبر على شنو؟ نحن ممكن نصبر على نتيجه، لكن ما بنصبر على شكل اداء ما في، على شكل تشكيله ما في. انت مع مدرب ما في على مستوى العالم ما في حاجه اسمها مداوره، في حاجه اسمها تشكيله اساسيه بتقبل دخول بعض العناصر الجديده كل فتره. تشكيله اساسيه بتلعب بها الموسم كله، ما في واحد فيهم بيطلع الا يصاب ولا تحصل حاجه ويتوقف ببطاقات. لكن طالما انه في كامل جاهزيته اللاعب الاساسي يبقى اساسي والاحتياطي يبقى احتياطي. فهو الحديث عن مداوره انا افتكر دي استهلاك اعلامي.